يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم نادر ومثير وجريء للفنانة شادية. عايزين تعرفوا هو فيلم ايه وايه قصته ومين أبطاله، ايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم امرأة عاشقة بطولة شادية وحسين فهمي ومحمود مرسي وتوفيق الدين. بتدور أحداث الفيلم عن أحمد أو حسين فهمي اللي بعد تخرجه من كليته في اسكندرية بيرجع لمنزل والده في القاهرة. بيعيش اسماعيل والد احمد او محمود مرسي مع زوجته الجديده ليلى او شاديه بعد ما طلق والده احمد. بتشعر ليلى بانجذاب ناحيه احمد ابن جوزها، وفي نفس الوقت بيدبر والده خطه لتزويجه من ميرفت او مديح حمدي بنت صديقه. ولكن احمد بيبدا هو كمان ينجذب ناحيه ليلى زوجة والده، وبيحاول يبعد تفكيره عنها باقامه علاقات متعدده مع فتيات ليل. بيترك احمد المنزل وبيرجع اسكندريه، وبتروح ورا ليلى عشان تقنعه يرجع البيت، ولكن في لحظه ضعف بيدخلوا في الاتنين في علاقه غير شرعيه مع بعض وبتتصاعد الاحداث.